السلام عليكم، ازيكم؟ ايه اسباب العنف عند الاطفال؟ وايه اللي يخلي الطفل عنيد وعدواني وطول الوقت بيضرب اخواته او اصحابه او قرايبه او اي حد يقابله؟ من اسباب العنف القدوه السيئه، يعني الطفل شايف الام طول اليوم بتزعق وبتضرب وبتتخانق فيهم، وحتى لما بتيجي تطلب طلب عادي جدا بتطلبه بزعيق. يعني الطفل شايف الاب اللي طول الوقت بيتكلم في التليفون ويتخانق ويشتم، فالطفل وصل له ان هي دي طريقه حصوله على شيء. انا لما ابقى محتاج حاجه هطلبها بنفس الطريقه، وهي دي الطريقه المفروض اتعامل بيها. يعني لما يطلب من اخوه لعبه وما يرضاش يديها له، فطبيعي جدا يبقى رد فعله الضرب والعنف. فما ينفعش تضربي ابنك وتعنفيه جامد وترجعي تقولي انا ابني عنيف جدا مع اخواته وبيضربهم. 80% من عنف الاطفال ناتج من عنف الاب او الام او الاشخاص اللي الطفل عايش معاهم عموما. يبقى لو بتشتكي من ان ابنك طول الوقت بيضرب ويشتم ويكسر اللي حواليه، شوفي طريقة التعامل معاه في البيت. بمجرد ما طريقة الأب أو الأم بتتغير، الطفل بيبقى أهدى كتير. من أسباب العنف كمان إن الطفل جواه ضغط نفسي ومشاعر مكبوتة مش عارف يطلعها. الطفل حاسس بالظلم، شايفك بتفرقي بينه وبين أخوه بحاجة إنه هو الكبير وأخوه صغير، فاديله اللعبة، فما تضربهوش، فسيبه يضربك علشان أنت الكبير هو الصغير. شايفك بتقارنيه بحد طول الوقت، بتعامليه بقسوة، مش بتديله فرصه يتكلم، كل ما يتكلم تقولي له اسكت انت صغير انت مش فاهم حاجه. فكل التصرفات دي مع الطفل بتعمل تراكمات، بيكون حاسس بالاحباط، حاسس بالخوف، حاسس بعدم الامان، حاسس بالغضب، فكله ده بيطلع في شكل عنف وضرب. علاج النقطه دي باني اسمع ابني، اعلمه ازاي يعبر عن مشاعره لما يكون متضايق واحس ان هو مش مبسوط. اقعد معاه واقول له حبيبي، لما حد يضايقك قول له انت متضايق منه ليه. لما تكون زعلان من حد فينا اتكلم معاه وقول له انت زعلان من كذا وكذا وكذا. مع الوقت هيعرف يتعامل ازاي مع مشاعره السلبيه ومش هيكتمها. من الاسباب كمان الالعاب الالكترونيه، معظم الالعاب فيها عنف وضرب. كمان التلفزيون سواء كانت مسلسلات او افلام، وشفنا في الفتره الاخيره تاثير المشاهد دي على الجيل الحالي. على الجيل الحالي الطفل بيشوف المشاهد دي وبيخزنها في اللاواعي، ولما يتخانق مع اصحابه او اخواته تلاقيه يتصرف بنفس الطريقه. كمان من اسباب العنف الخلافات الاسريه، والبيت اللي كله مشاكل وزعيق وضرب من الزوج للزوجه، وكله ده كمان بيحصل قدام الولاد. ممكن العنف كمان بيبقى بسبب نقص احتياج جسدي عند الطفل. يعني مثلا في طفل لما يجوع بيتعصب ويبقى مش على بعضه، وهو في نفس الوقت مش عارف يقول انا جعان. او يكون في الم في جسمه زي مثلا الم من الاسنان ومش عارف يعبر عنه، فتلاقيه طول الوقت متعصب وعنيف. فانت كأم اكتر واحده تقدري تحددي ايه المثير للعنف بالنسبه لطفلك وامتى بيكون عنيف، ولو وصلت للسبب الحل بيبقى اسهل بكتير. ممكن كمان العنف يكون بسبب الغيره من وجود طفل جديد في البيت واخد اهتمام الكل، فساعتها انت هتدي اهتمام اكتر ليه وهتشركيه معاكي في رعايه الطفل الجديد. كمان الطفل عنده طاقه رهيبه، لو ما خرجهاش بتتحول لعنف. ظبطي مكان في البيت لابنك يتنطط ويلعب فيه، لانه لازم كده كده هيتحرك ويلعب، هيتنطط بقى على الكنبه على السرير، هيفضل يتنطط حواليكي كده كده يتنطط. ما ينفعش تجبريه ساعتها وتقولي له اقعد وما تتحركش، هتلاقيه قام بعد شويه ضرب اخوه بدون سبب. الشعور بالنقص كمان ممكن جدا يكون سبب من اسباب العنف. يعني الطفل حاسس بنقص في شكله بسبب التنمر او التريقه عليه، او حاسس ان هو اقل تفوقا من صحابه، فبيعوض الاحساس بالنقص بالعنف. واخيرا العنف هو عرض لمرض، دوري على السبب وهتعالجيه تلاقي الطفل بقى اهدى كتير.